السلام عليكم الإخوان والأخوات. نحن دائما ما زلنا في سلسلة الرمضانية، سلسلة الغذاء الصحي والسليم. إن شاء الله في هذه الحلقة سنتحدث عن نقط بيع الأسماك أو محلات بيع الأسماك الطرية. يعني كاينه بزاف ديال النقاط اللي هما خاصهم يلتزموا بهم اصحاب نقط بيع الاسماك او بائع الاسماك بصفه عامه. ان شاء الله غنحاولوا غنهضروا بشكل مختصر باش الميساج يوصل ان شاء الله لبائعي الاسماك. يعني غنحاول نقسموا هذا الفيديو على 5 فقرات نهضروا فيها على البائع ونقاط البيع، وكذلك البضاعه وسائل العمل وطريقه العمل. بالنسبه اول حاجه ان شاء الله غنبداو بالبائع. كيف ما قلنا في الحلقة السابقة بأن البائع ديال السمك خاصو يكون يتمتع بصحة جيدة ويخضع لفحص طبي كل سنة، يعني يكون عنده واحد الشهادة طبية بأنه كيتسمى ابت لي برودوي اليمونتير، يعني ممكن أنه يقيس المواد الغذائية بيدو، يكون خالي من الأمراض المعدية بحال مرض السل إلى غير ذلك، ويكون واحد البدلة ذات لون فاتح، إما أبيض أو أخضر أو أصفر أو أزرق، المهم يكون لون مفتوح اللي يبان فيه الوسخ، باش ممكن نتوسخلو ديك البلوزة أو ديك الطابلية يحاول يبدلها، ميبقاش خدام بها سيمانة كاملة. وكذلك يكون نظيف اللباس والجسم، يعني تقليم الأظافر، الشعر ميكونش كبير بزاف، يحاول يغطيه بواحد الطربوش او واحد الطربوش خاص لهاد الناس هادو اللي كيبيعوا الاسماك الى غير ذلك، جمع غذائي كيديروا واحد الطربوش في الشعر ديالهم باش ما يطيحش داك الزغب في الحوت الى غير ذلك. بالنسبه للفقره الثانيه نقطه البيع، كيفاش خاصو يكون المحل ديال بيع الاسماك؟ اول حاجه خاص تكون عنده الارضيه او الجدران من ماده صلبه وملساء، تكون سهله التنظيف، يعني تكون يكون فيها الفايونس، ويكون ثاني كذلك عنده واحد اللون مفتوح باش اذا توسخ يبان الوسخ ديالو، ونحاولوا ننظفوه ويكون سهل التنظيف، ما يكونش مثلا حراش ولا شي حاجه داك الحيط باش ما يعذبناش او يعذب داك المنظف لا يقوم بالتنظيف ديال داك المحل. كذلك هذاك المحل يكون مزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، ومرتبط بواد الحار اللي تسمى شبكة تطهير، كذلك مجهز بآلة كهربائية معلقة لمحاربة الحشرات، يعني خاصو يتفادى يستعمل فخاخ الحشرات إلى غير ذلك. وكذلك يكون فيه واحد المكان اللي كيهيئ فيه الأسماك عند الطلب، مثلا واحد البلاصة اللي كيقشر فيها الحوت إلى غير ذلك تكون معزولة على البلاصة اللي كيبريزونتي فيها صناديق الحوت، كاين واحد صناديق الحوت اللي هما مختصين للبيع. بالنسبة للبضاعة، الفقرة الثالثة هي البضاعة. اش خاصو يدير هاد ملي يجيب البضاعة ديالو؟ خاصو يجيب البضاعة من أسواق المرخصة والخاضعة للمراقبة الصحية البيطرية. كذلك حتى التاج اللي غادي يستعمل ما أحسن يكون كيقتنيه من المحلات اللي هي مرخصة عندها ترخيص صحي لإنتاج مادة التاج. بالنسبة للفقرة الرابعة اللي هي وسائل الأعمال، خاص تكون ديك الصنادق تكون ديال البلاستيك وتكون عندها فتحات لتسهيل ذوبان الثلج، وكذلك هذيك الطاولات ما تكونش خشبيه، الصناديق ما تكونش خشبيه، يتفادى بصفه نهائيه الخشب، لان الخشب معروف معرض للرطوبه وكي ممكن يجمع بزاف ديال التعفنات. كذلك المعدات والادوات تكون مصنوعه من مواد مضاده للصدأ إينوكس الى غير ذلك، والاكياس البلاستيكيه اللي غادي يستعمل تكون اسياك غذائيه، اكياس غذائيه عفوا، اللي كيستعمل في التلفيف ديال ديك المادة اللي هي السمك كما قلنا في الحلقة السابقة. وبالنسبة لطريقة العمل كيفاش خاصو يخدم، هذه فقرة مهمة بزاف. خاصو يجتنب انقطاع سلسلة تبريد الأسماك، ما يحيش عليها الثلج أو يطفي لها الثلاجة. كذلك يدير واحد الكمية كافية من الثلج اللي تخليه ما بين درجة الحرارة ما بين 0 و2 درجات، يعني واحد الكمية ديال 2 سنتيم حتى 3 سنتيم باش تخلي داك الحوت بارد. كذلك هذوك صناديق الاسماك يكونوا في وضعيه مائله ومرفوعه على مستوى الارض، يكون في واحد الطابله اللي هي تكون اينوكس او تكون مصوبه من فايونس وتكون مائله ما تكونش يعني شاف. كذلك الثلج خاصو يحافظ عليه باش ما يتوسخش ليه، يبقى في اللون ديالو الاصلي.
وبالنسبة للمخلفات ديال الأسماك اللي قام بالتقشير ديالها إلى غير ذلك، يديرها في أكياس بلاستيكية ويديرها في وعاء النفايات ويخويها كل يوم، ميخليهاش أو كل 6 ساعات باش متعطيش واحد الريحة كريهة للمحل. كذلك غسل وتطهير المحل ووسائل العمل يوميا بمطهرات أو مطهرات مرخصة. يستعمل المواد التطهير هي مرخصة، ماشي يستعمل المواد مطهرة عشوائية اللي ممكن يعني تؤدي بالصحة ديالو. وكذلك المعدات ديالو تعرض للتأكسد، فهمتوا، لأن كاين بزاف ديال بائعي السمك يستعملوا المقاطع باش ينظفوا المكان، يردوا البال هذه المسألة هذه. كذلك اجتناب استعمال المبيدات الحشرية لمكافحة الحشرات والقوارض. يستعمل معدات كهربائية أو فخاخ ديال القوارض باش ميديرش مشاكل صحية ممكن تأثر على صحة المستهلك. وبهذا كنتمنى إن شاء الله الإخوان بائعي الأسماك يستافدوا من هاد الشروط الصحية لنقاط بيع الأسماك الطرية. كنتمنى أنهم يكونوا استافدوا، وكذلك أي شخص أنه مقبل يفتح واحد المحل ديال بيع الأسماك الطرية يكون استفاد من هذا الفيديو. نترككم إن شاء الله ونتلاقاو في فيديو آخر بإذن الله، ورمضان مبارك كريم، والسلام عليكم.